مدينة سان بطرسبرغ من أجمل المدن في روسيا حرفيا، دي بالنسبة ليا فهي مدينة الشباب. ففي الفيديو ده أنا حبيت أشارك ليكم الفيديوهات اللي أنا عملتها في مدينة سان بطرسبرغ والأكلات اللي أنا جربتها كلها، فخليكم معانا لآخر الفيديو أقول لكم أسعار الأكل ده. بالنسبة ليا المدينة ديت للشباب، أما موسكو ديت للناس الكبار، الناس اللي فوق 30 سنة. ولكن لو أنت فعلا شاب وعايز تستمتع فأنت لازم تيجي سان بطرسبرغ، فهي مدينة راقية ومدينة حلوة جدا جدا جدا. وهنا كنت وصلت، الأجواء كانت حلوة، الجو كان هادي، ما كانش فيه مطر أو فيه ثلج. وعلى طول زي كل مرة لازم أجرب المطعم الإيطالي، بيكون عنده زيت زيتون وأنا من عشاق زيت الزيتون، فلازم أروح أطلب بيتزا أو أي حاجة أطلبها عنده لازم أطلب زيتون ومعاها زيت الزيتون بيكون موجود دايما، فأنا يعتبر بخلصه لأن أنا من عشاق زيت الزيتون بصراحة. ففي الفيديو ده كنت طلبت بيتزا مارجريتا بالطماطم، حاجة كده إيطالية طعمها جميل، وكان عليها موزاريلا كده وطعمها حلو جدا. مش عارف الأخضر ده كان عليها كان إيه، ولكن كان طعمه حلو شوية. ولكن لازم البيتزا ديت مع زيت الزيتون. نحط بقى كده في الطبق يا معلم زيت الزيتون، يعني انا من عشاق زيت الزيتون. خلاص انتوا عارفين ان انا دايما اي مطعم اروحه لازم اشتري ميه، فالميه دي كانت عامله حوالي 800 روبل. اعملوا حسابكم دايما اي مطعم اروحه لازم يكون فيه ميه، فدايما يسالوني على سعر الميه اللي انا بشتريها. دي بيتزا بقى كواترو فورماجي، اسمها غريب كده، بتتكون من 4 انواع جبن جونجورزولا نوع غريب كده، ونوع تاني اسمه امنتال، ونوع تالت اسمه بارميزان. يكون في نوع تاني طعمه كريمي كده وانا بالجبنه، بيحسسك ان في جبنه كتير في البيتزا. البيتزا دي كانت عامله حوالي 800 روبل، والبيتزا اللي قبلها حوالي 700 روبل. جربت معاهم سباكيتي بولونيز طعمها حلو، عباره عن لحم بقري مع طماطم مع انواع جبن كده، فكان طعمها حلو بصراحه. هنا بقى احنا بندفع فلوس كتير في المطعم، ولكن المطعم شوف عامل ازاي، حمام المطعم نفسه حاجه محترمه، انت داخل حديقه مش داخل حمام بصراحه يعني. فمعظم المطاعم دي بتكون عبارة عن ديكور، بتكون عبارة عن خدمة، مكان نظيف. الأكل ممكن يكون مش أحسن حاجة أو ممكن يكون قليل، ولكن المكان نفسه بيكون حلو. يعني أنت داخل شايف الحمام عامل إزاي، الحمام نفسه تحس إن داخل حديقة كده. فالأسعار ديت مناسبة لأن المكان حلو ومريح عامة يعني. كتجربة شخصية لازم تجربوا المطعم ده بصراحة 10/10، كل الأكل فيه كويس، فلازم تجربوا لما تروح سان بطرسبرغ مطعم إيطالي أو تجربوا أي أكل إيطالي. نيجي للسوشي. السوشي ده لعبتي بصراحة، يعني أنا من النوع اللي بيحب السوشي. هو طريقة استخدامه صعب ولكن هو حلو. أنا أحيانا بتظبط معايا من أول مرة ولكن أحيانا لأ، فالموضوع دوت بيكون يعني إيه صعب شوية. فهم بياكلوا إزاي بصراحة مش عارف. أنت كل بقى بإيدك، كل بشوكة، اخترع طريقة، ولكن الشوب ستيك دايما صعب. أنا لما طلبت مرة رز بأكل بحري كده جابولي الشوب ستيك، فاللي هو إزاي أنا هاكل رز بالشوب ستيك ازاي يا عم، احنا هناكل رز ازاي؟ ولكن هم دي طريقتهم وعاداتهم بياكلوا كده. المطعم كان اسمه طوكيو سيتي، بصراحة اكله حلو ومش غالي، حوالي 700 800 900. كان في حاجات كتير انا جربتها في المطعم ده، والمطعم برضو زي ما انا قلت بيكون هادي نظيف، فانصحكم ان انتوا تجربوا المطعم الياباني ده. يعني السحابة كان شكلها جميل جدا، فقلت اخد لي ايه صورة كده تذكارية خلف السحابة الحلوة دي. وهنا رولكس عجبتني بصراحة، بحب رولكس، ان شاء الله في المستقبل كده ان شاء الله نشتري لنا واحدة رولكس حلوة. ده تيشيرت يعني بصراحة انا كسف البسه، كان عامل حوالي 99,000 روبل، غالي 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 يعني، ممكن $1000 يعني مش غالي، ولكن في روسيا فهو غالي. حبيت ان انا اخد لي كام فيديو وكام صورة كده عند الارميتاج، لان دايما لما انزل سان بطرسبرغ لازم اروح عند الارميتاج اخد كام صورة كده وكام فيديو، وننزل نعمل شوبينج كده، حلويات، كيك، في حاجات حلوة بتكون جديدة بالنسبة ليا فاحب انا اجربها، مع اني مش بحب الحلويات والسكريات، ولكن في حاجات ان الواحد اول ما يشوفها فهو يضطر ان هو يجربها ويشوفها يعني. المطعم المفضل لقلبي مطعم شيخانة او بلوف أدين او اي مطعم بيكون فيه بلوف، اللي هو بيكون عبارة عن رز ولحمة. دي المطاعم دي بتكون طاجيكية او ازبكية. انا طلبتها في اليوم ده، كان عبارة عن لحم ماس، كان غالي بصراحة، كان عامل حوالي 1000 روبل. ما انصحش ان اي حد يشتريها، هو بس اللي انا طلعت منه في اليوم ده هو البلوف اللي انتوا شايفينه ده، عبارة عن رز ولحمة، كان حلو، ولكن الطبق ده ما كانش حلو. هنا بقى ايس كريم بقلافا، حبيت ان انا اعمل زي التراكوة كده. انت لو شميت الاكل ده هيخلص، يعني هم بيفضلوا يعملوا زي ما انا بعمل كده بالظبط، ولكن انت في الاصل لو شميت الاكل كده شميته بس الاكل ما شاء الله هيخلص. على راي الباشمهندس حسين صديقي بيقول لو قريت اذكار الصباح والمساء فانت مش هتشبع برضه، لان الاكل معظمه تشم بس الاكل كده فهو ايه يختفي يعني حرفيا اليوم اللي بعده نزلت فطرت مندي في مطعم يمني، كان اكل 10/10 كده وكان محترم، عامل حوالي 1000 روبل.
ده بقى الكاتشابوري الجورجي، ده من جورجيا، عيش محشي بالجبنة وبيبقى طعمه لذيذ جدا. العيش بتاعه عامل زي العجينة الطرية كده، وبنضاف جواه جبنة موتزاريلا او جبنة بيضة، بيكون حاطين فوق كده بيضة، بيكون شكلها حلو وطعمها جميل بصراحة، لازم تجربوها، لازم تجربوا الأكلة دي. برضو اسمها خنكالي، من المأكولات المشهورة في جورجيا، بيكون عبارة عن معجنات كده وداخلها لحم مفروم، لحم بقري أو لحم خروف، طعمه جميل جدا. وجربت كمان الدولمة ديت أكلة تركية، طعمها 10/10، وأنا بحب الدولمة دايما، بتكون عبارة عن ورق عنب، تكون محشية لحمة مفرومة كده، طعمها 10/10، لازم تجربوها. الأكل ده في حدود 700 800 900 روبل كده. هنا قبل ما اروح المطار كان في عربيتين عاملين حادثه، فانا صورتهم، ما بينزلوش يضربوا بعض، لا بيتصلوا بالشرطه تيجي تشوف مين غلطان مين مش غلطان، ايه اللي هيحصل ايه اللي هيتم. كل واحد بيفضل قاعد في عربيته، لا ننزل نضرب بعض ولا ننزل نموت بعض ولا يحصل اي مشكله، لا كل واحد يفضل في مكانه، نزل المثلث اللي معاه ده وخلاص، الشرطه تيجي تقرر مين غلطان ومين مش غلطان. قبل ما اسافر عرفت ان في مطعم يمني عنده ملوخيه مصريه، فانا قلت لازم اروح اجرب المطعم ده. بصراحه كانت الملوخيه 10/10 والاكل 10/10. طلبت لحم خروف ولحم بقري، كان الأكل 10/10. كانت أول مرة أشرب قهوة في روسيا 10/10، لأن هنا في روسيا القهوة مش أحسن حاجة، لازم يكون في قهوة عربية، ونادر لما تلاقي قهوة عربية هنا. فده كان المندي، كان طعمه جميل جدا، كان غالي شوية ولكن كان طعمه حلو. وهنا خلاص كنت مسافر، حاليا أنا في المطار، ولكن ده ممر الطيارة، ولكن ده مول، أنا حاسس هو مول، يعني أنت عايز تشتري هدايا أو تشتري حاجة، فبصراحة المول جميل، مولي بس صلوا على النبي مش المول ده، المطار كان جميل. وانت رايح على الطيارة حبيت تشتري حاجة، في حاجة عجبتك، فأتمنى الفيديو يكون عجبكم. أنا حبيت أشارك معاكم الفيديوهات القديمة اللي أنا صورتها، بحيث أتعلم وأشوف مستواي هيتحسن في الأيام القادمة ولا لأ. دي فيديوهات كلها قديمة أنا صورتها، فأنا حبيت أن أنا أشاركها معاكم وأشوف هل هيكون في اختلاف في الجودة في التصوير في طريقة الكلام ولا لأ. فأتمنى تدعمونا بكومنتات ولايكات، وتكتبوا لنا آراءكم في التعليقات، الاكل اللي انتوا شايفينه مناسب لو انتوا جربتوا اكل من الاكلات اللي انا جربتها دي. ولو في حد في روسيا وجرب اي اكله من دول، او في اكله معينه عايزين نجربها في روسيا او في دوله معينه او ثقافه معينه، يا ريت تكتبوا لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمه الله.